السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح نتعرف على أبطال المسلسل العراقي خان الذهب. بس قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك واشتراك. سيف الشريف من مواليد 1995 والعمر 27 سنة، الجنسية عراقي ومكان السكن الإمارات العربية المتحدة، والمهنة عازف بيانو، وشارك في موسم الرياض. ومبدأ مشواره الفني من مسلسل خان الذهب بدور أمير، هو أب لطفلة واحدة والطول 185 سنتيمتر. رويدة شاهين من مواليد 1993، العمر هو 30 سنة والجنسية عراقية ومكان السكن الأردن، والمهنة ممثلة وإعلامية ومقدمة برامج. شاركت في مسلسل دموع القمر وفي مسلسل عطالة بطالة. بطلت مسلسل خان الذهب بدور حياة. غسان إسماعيل ممثل ومخرج عراقي من مواليد 1979 بالعاصمة بغداد، وعمره الآن 44 سنة. حاصل على درجة البكالوريوس في المسرح من كلية الفنون الجميلة في بغداد، وبدأ مسيرته في عالم التمثيل من خلال مسلسل أشهى الموائد، ومن ثم انضم إلى الفرقة القومية للتمثيل. وغسان متزوج من 2011 وله 4 أبناء. سارة أوس من أشهر الشخصيات الصاعدة في عالم التمثيل العراقي، ورغم صغر سنها نجحت في كسب جمهور كبير من جميع أنحاء العالم العربي. وسارة هي من مواليد عام 2008 وتبلغ من العمر 15 سنة. أحمد الخفاجي من مواليد 22 أبريل 1992 وعمره الحالي 30 سنة. حاصل على دبلوم من كلية الفنون الجميلة ببغداد، وبدأ مسيرته في عام 2012 بمشاركة في برنامج المواهب ستار أكاديمي الموسم التاسع. وفي 2017 ارتبط بملكة جمال العراق شيماء قاسم، وتم فسخ الخطوبة بعد فترة قصيرة. وفي 2018 ارتبط بالمصممة زهراء فؤاد، ولكن العلاقة بينهما انتهت هي الأخرى. سارة البحراني ممثلة وإعلامية عراقية من أصول بحرينية من مواليد 22 نوفمبر 1989 وعمرها الآن 33 سنة. خريجة بكالوريوس إدارة أعمال وحاصلة على دبلوم محاسبة. عملت كمدونة ومحررة أخبار في عدة وكالات إلكترونية، وعملت كمديرة في أحد شركات الاتصالات لمدة 7 سنوات، وبعدها فرضت نفسها على الساحة الفنية العراقية بحضورها المميز. سمر محمد ممثلة عراقية قديرة، ولدت يوم 4 فبراير 1955 ويبلغ عمرها الآن 68 سنة. وكانت أولى محطاتها في المسرح، وفي أوائل سبعينيات القرن العشرين انتقلت إلى بغداد، حيث بدأت مشوارها الفني الفعلي بأدائها عشرات الأدوار سواء التلفزيون أو المسرح. سامي قفطان ممثل عراقي تراجيدي من مواليد مدينة النعمانية يوم 7 يوليو 1942 وعمره الآن 80 سنة. وبقي الفنان سامي قفطان فنانا عراقيا جريئا صريحا في كلامه، وفنه قدم العديد من الأعمال الفنية سواء على صعيد السينما أو المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة. بتول عزيز ولدت الممثلة العراقية بتول عزيز ببغداد عاصمة العراق في عام 1966 وعمرها الحالي 57 سنة. وبداياتها كانت في إذاعة جمهورية العراق وصوت الجماهير، وكانت تقدم برامج الأطفال. وانطلاقاتها الفعلية في المسلسل النسر وعيون المدينة، لكنها قررت الابتعاد عن التمثيل وإكمال دراستها الجامعية. وبعد غياب استمر 16 سنة بسبب انشغالها بحياتها الأسرية، عادت إلى الساحة الفنية. وهسه نكون خلصنا الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتم معنا. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على مود يصلكم كل شي جديد. مع السلامة.